5 حاجات لو انتوا ناويين تزوروا المتحف المصري الكبير ما ينفعش تفوتوهم ابدا. أول حاجة وهي قاعة الملك توت عنخ آمون اللي فيها أكتر من 5000 قطعة أثرية من مقتنيات الملك الذهبي، والقناع الأسطوري اللي معمول من أكتر من 10 كيلو ذهب خالص. تاني حاجة تمثال الملك رمسيس الثاني اللي بيستقبلك أول ما تدخل المتحف، واقف في نص المكان بكل هيبته وعظمته وكأن التاريخ بيقولك أهلا بيك في مصر. تالت حاجة الدرج العظيم اللي عليه تماثيل ضخمة من عصور مختلفة، كل خطوة فيه بتحكي قصة من آلاف السنين. رابع حاجة إطلالة الأهرامات اللي من جوه المتحف، مشهد ما يتوصفش أبداً. شوف الأهرامات قدامك من قلب المتحف، لحظة بتخليك تحس إنك فعلاً في قلب التاريخ. خامس حاجة تجربة الواقع الافتراضي، دي تجربة بتعيشك رحلة كأنك رجعت آلاف السنين لورا. ومش بس كده، تقدر تشوف من خلالها الأهرامات ازاي اتبنت والمقابر والمعابد زي ما كانت أيام الفراعنة. دي تجربة هتحسسك إنك فعلا جوه التاريخ. وفي الآخر ما تنساش تجرب إنك تكتب اسمك باللغة الفرعونية وتحتفظ بيها كقطعة من التاريخ، لأن اللحظة دي مش مجرد تذكار، دي شهادة إنك زرت أعظم متحف في العالم في قلب أم الدنيا مصر.